انا مبسوطه عشان اشتريت اوضه النوم دي من النت بمبلغ رخيص جدا. الف مبروك يا حبيبتي، ويا رب تكون وش الخير عليكي. قصتنا النهارده الواحده اشترت اوضه نوم مستعمله من على النت، وبعدها حصل لها كارثه ومصيبه بكل المقاييس. لقت فيها حاجه خلت حياتها في جحيم، مش هتتخيلوا لقت فيها ايه. ودي قصتنا النهارده، فيها درس كبير قوي يخلينا كلنا ناخد بالنا. يلا بينا نعرف ايه اللي حصل، ويا ترى لقت ايه في اوضه النوم وحصل لها ايه خلى حياتها في جحيم. كل ده هنعرفه في حلقتنا النهارده، لكن مش قبل ما نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام في الكومنتات تحت. ولو متابعيني على اليوتيوب ما تنسوش اللايك والشير عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا. قصتنا النهارده بتتكلم عن واحده كانت متجوزه وربنا رزقها بولدين. كانت متجوزه راجل محترم وكان شغال شغل كويس جدا وكان ميسور الحال. كان وحيد امه. كان ليه اختين بنتين متجوزين بره البيت، وهو كان عايش مع والدته في نفس البيت لان والده كان متوفي. والدته كانت في الدور الاول وهو كان عايش هو ومراته وعياله في الدور اللي فوقيها بالظبط. المهم كانت حماتها ست طيبة وحكيمة في نفس الوقت، كانت تدي النصيحة، عملت بيها عملت ما عملتش خلاص. هي كانت بتحب مرات ابنها جدا، لكن كان دايما بيعجبهاش بعض تصرفاتها في حتة ان هي طول الوقت بتجيب اكلات من بره. فكانت دايما مثلا لما يجي المندوب بالاكل تقول لها انزلي يا بنتي، انزلي يا بنتي استلمي البتاع اللي انتوا بتجيبوه ده. كانت تضحك كده وتقول لها ده اوردر يا حماتي، جايين لي اوردر اكل من بره. كانت تقول لها يا حبيبتي يا حبيبتي حرام عليكم، صحتك انت واولادك وجوزك، ما تحاولي تعملي اكل في البيت مش كل يوم كده اكل من بره. كانت تقول لها اعمل ايه بس يا حماتي، ما الولاد ما بياكلوش اكل البيت عشان انت معوداهم على اكل بره. مش حكايه تعويد، هي كده كده نفس التكلفه سواء عملت اكل في البيت او اكل من بره. يا حبيبتي والله ما بتكلم على الفلوس، انا بتكلم على صحتك انت وولادك وجوزك. جوزك بيبقى جاي من بره تعبان وشقيان عايز ياكل لقمه نظيفه. كانت تقول لها هعمل ايه بقى يا حماتي، ان شاء الله بكره واعمل اكل في البيت. ما كانتش بتسمع الكلام، وحماتها مش من نوعيه الحموات اللي كانت تقف وتقول لها حرام عليكي فلوس ابني، مبعزقاها عمال على بطال. كانت ست طيبه وبتقدم النصيحه بالراحه، سمعتها اهلا وسهلا، ما سمعتهاش هي حره. المهم كانت على طول برضو بتغير في عفش البيت وفي حاجات البيت أول بأول. فطبعا برضو كانت دي حاجة حماتها مش حباها فيها. كانت تقول لها يا حبيبتي هي مالها شقتك بس، دي حاجاتك جميلة جدا. كانت تقول لها اهو كده انا برتاح نفسيا كده، ما بحبش ان عيني تكون شايفة الحاجة طول الوقت. لما بغير اي حاجة حتى لو انتيكة صغيرة بحس براحة نفسية. كانت تقول لها ماشي يا بنتي انتي ادرى بحياتك، ربنا يريح قلبك. المهم في مرة وهي قاعدة على النت لقت واحدة عارضة أوضة نوم لقطة. قالت ازاي ايه السعر ده، اكيد نسيت صفر. لكن قعدت تبص كده على أوضة النوم، الصراحة أوضة النوم جميلة قوي، اكيد منزلة السعر ده شد الانتباه. انا ادخل اسألها، هو قال لها انت عارضة أوضة النوم دي بكام؟ المهم فعلا دخلت سألت صاحبة البوست وقالت لها انت عارضة أوضة النوم دي بكام؟ قالت لها نفس السعر اللي هي منزلاه على البوست. قالت لها ازاي ده سعرها لقطة، هو انت بتبيعها ليه؟ قالت لها مفيش، عايزة اغير وبجدد في عفش بيتي وكده. قالت لها انت طالعة زيي بقى، بس الصراحة اوضة النوم جميلة جدا، هو عجباني انا محتاجاه. قالت لها تمام. المهم لما سألتها على عنوانها قالت لها ان هي في محافظة بعيدة عن المحافظة اللي هي قاعدة فيها. قالت لها يا خسارة مش هينفع بقى. قالت لها وفيها ايه، انا ممكن ابعتلك اوضه النوم دي شحن. قالت لها بجد، طب كويس. المهم ساعتها في مره حماتها كانت قاعده ولقت ناس بترن عليها وعربيه جايه وجايبه اوضه نوم جديده. المهم استغربت، ضربت على مرات ابنها قالت لها انزلي يا بنتي في عربيه بره وجايبه اوضه نوم. قالت لها ايوه يا حماتي انا جبت اوضه نوم جديده، هو اوضه النوم بتاعتي انا هنزلها لك عشان تديها لحد من البنات وكده، لان كان اخوات جوزها كان يعتبر ظروفهم الماديه مش قد كده. فقالت لها طب وفيها ايه يا بنتي، مالها اوضه النوم بتاعتك، ما هي جميله، ها برضو يا حماتي التجديد حلو. قالت لها وماله يا بنتي. من ساعتها شافت اوضه النوم والناس بتنزلها
قالت لها ما شاء الله، دي الأوضة فعلا حلوة قوي، ربنا يبارك لك فيها يا بنتي. وساعتها طلعت الأوضة دي وراحت منزلة أوضة النوم بتاعتها وودتها لأخت جوزها ونصبت الأوضة. لكن بعد ما نصبت الأوضة بقت حاسة بحاجة غريبة جدا. كل ما تدخل الأوضة تحس بخنقة وبضيقة وبتحس بصدى غريب جدا. كانت مستغربة، هو في ايه؟ اشمعنى لما جبت الأوضة دي بقيت بحس بالخنقة دي؟ يمكن عشان متعودة على أوضة النوم بتاعتي الأولانية، جايز. المهم في مرة جوزها جه من بره لقاها نايمة في أوضة الأطفال. استغرب جدا، صحاها قال لها هو في ايه يا حبيبتي؟ أول مرة يعني ألاقيكي نايمة هنا في أوضة الأولاد، ليه مش نايمة جوه؟ هو هتكوني بتحسي باللي بحس بيه. قالت له بتحسي بيه؟ بتحسي بإيه؟ قال لها مش عارف، بحس بطاقة سلبية كده وأنا داخل الأوضة دي وبخنقة وبصهد غريب. قالت يا ستر يا رب، ده نفس إحساسي بالظبط. لكن ما قالتش ليه أي حاجة، كدبت عليه وقالت له لا لا لا، ما بحسش الإحساس ده خالص، أنا بس كنت قاعدة مع الولاد في الأوضة وراحت عليا نوم. وساعتها بقت مش عارفة تعمل ايه، ده نفس الإحساس بالظبط. المهم في مرة وهي نايمة في أوضتها وجوزها نزل الشغل، وساعتها ولادها كانوا نايمين في أوضتهم، لكن وهي نايمة لقت حد زي بيتكتك في بكرة المروحة. هتقول بس يا حبيبي ما تقعدش تلعب في المروحة، غلط كده. المهم بتلتفت بتبص، ما لقتش حد واقف عند المروحة خالص. قالت امال ايه الصوت ده؟ ده في حد كان بيلعب في المروحه وعمال يتكتك فيه. المهم ساعتها راحت قايمه جري بتبص على ولادها لقتهم نايمين في سبع نومه. طب وبعدين؟ امال ايه الصوت اللي انا سمعته ده؟ قعدت تقول اكيد بيتهيألي عشان تعدي الموضوع ده. لكن لما جوزها جه من الشغل قال لها انا جعان جدا وميت من جوع، يا ريت تحضري لي الغدا. المهم دخلت عشان تحضر الغدا ودخلت عشان تنادي جوزها وتقول له ان الغدا جاهز. ولما دخلت عليه الأوضة دبوا مع بعض خناقة على حاجة تافهة جدا لدرجة انها لمت هدومها وكانت عايزة تمشي. ساعتها حماتها طلعت على الصوت وفضلت تهدي بينها هي وجوزها وقالت لهم يا ساتر يا رب، في ايه يا بنتي؟ هو في شيطان دخل ما بينكم ولا ايه؟ انتوا اول مرة تتخانقوا مع بعض بالطريقة دي. المهم لما خرجوا بره الأوضة لقوا نفسهم هاديين ومش عارفين هو احنا اتخانقنا مع بعض ليه اصلا، واتراضوا وقعدوا مع بعض. لكن من بعدها وهي بقت بتحس بقبضة رهيبة كل ما تدخل الأوضة، ولما تدخل الأوضة لازم تدب خناقة هي وجوزها. كانت مستغربة، قالت لا أكيد الأوضة دي فيها حاجة، من ساعة ما جت وحياتي بقت جحيم، أنا هدخل أتكلم الست اللي بعت لي الأوضة دي وأسألها. المهم دخلت فعلا سألتها، قالت لها وانتي كنت بتبيعي الأوضة دي ليه؟ أنا من ساعة ما جبتها وأنا بتحصل لي حاجات غريبة. قالت لها ايه اللي بيحصل لك؟ ساعتها حكت لها على كل حاجة. قالت لها الصراحة كان نفس اللي بيحصل لي انا وجوزي، عملت لي مشاكل كتير قوي من ساعة ما اشتريتها. قالت لها انت بتتكلمي بجد؟ طيب انت اشتريتيها منين؟ قالت لها انا اشتريتها من واحدة جارتي كانت متجوزة اسبوع بالظبط واتطلقت وبعت عفش بيتها كله، وانا الصراحة اشتريت منها اوضة النوم دي، ومن ساعة ما اشتريت منها اوضة النوم دي وانا برضو في مشاكل وحياتي بقت جحيم. وساعتها قررت ان انا اتخلص منها. قالت لها الله يسامحك، يعني يوم ما تتخلصي منها ترازيني بيها انا؟ طب كنت قلت لي الحقيقه. قالت لها اعمل ايه بقى، ما انا كنت عايزه اتخلص منها باي شكل. طيب بقول لك ايه، اتخلصي منها انت كمان. قالت لها ازاي بس؟ هروح اقول لجوزي ده انا بقالي كام يوم شارياه، هقول له ايه؟ هقول له انا لسه شاريه الاوضه عايزه اشتري حاجه تانية بدلها؟ استحاله يوافق، ده هيعمل لي مشكله كبيره جدا. اما فضلت قاعده تفكر مع نفسها وقالت لا انا لازم اقول لجوزي. ايوه انا اقول له بقى واللي يحصل يحصل. المهم فعلا خلت جوزها جه من الشغل وقالت له على كل حاجه. وساعتها قال لها يعني ايه؟ انا برضو قلبي حاسس، انت ساعات لما بتبقيش موجوده معايا في الاوضه انا بحس بحد اكيد نايم جنبي، انا حاسس ان الاوضه دي مش طبيعيه. ينفع كده يا هانم؟ ادي فلوس جوزك اللي بتقعدي تبعزقيها على حاجات تافهه، كان مالها اوضه النوم بتاعتنا؟ ما كانت كويسه ومرتاحين فيها، هعمل ايه دلوقتي؟ وساعتها سابها ونزل قعد مع مامته وقال لها انا مش طالع البيت هنا تاني لما تتخلصي من اوضه النوم دي. المهم حماتها ساعتها اقترحت ان هم يجيبوا شيخ
يقرأ قرآن في الأوضة وبعديها الدنيا هتبقى كويسة. وفعلا جابوا الشيخ، وأول ما دخل الأوضة حس بقبضة غريبة جدا، وابتدى إن هو يقرأ قرآن، وفجأة طلب منهم مفك. وقام كان في الأوضة الظهر بتاعها معمول كده بقطيفة، ابتدى إن هو يفك الحاجة دي لحد ما لقى حاجة جواها محشورة. طلع كيس فيه حاجات غريبة وطلاسم غريبة وأحبال ملفوفة ودبابيس وحاجات غريبة جدا. قالوا له إيه ده؟ قال لهم ده عمل بالخراب والتفرقة، وأكيد العمل ده كان معمول للعروسة اللي اتطلقت بعد أسبوع. وطبعا كل ما حد يشتري الأوضة يحصل له برضه مشاكل وخناقات بدون سبب، كل ده بسبب العمل ده. ربنا يأذي المؤذي. وطبعا فك العمل وقرأ قرآن وقال يا جماعة خلاص متقلقوش من أي حاجة، مفيش أي مشكلة في الأوضة. لكن بعد إيه بقى؟ جوزي من ساعتها وهو مش حابب خالص يدخل الشقة، طول الوقت قاعد عند والدته تحت، وعمال يقول لي بسبب عمايلك وصلتينا لإيه. ولقيت ولادي طالعين بيقولوا لي بابا يا ماما زعلان منك جدا، وبيتكلم مع اخواته البنات وبيقول انا زهقت منها ومن عمايلها، انا هتجوز عليها. قلت لهم بابا قال كده؟ ازاي يقول كده؟ انا هونت عليه للدرجه دي؟ قالوا له ما هديتها ردت عليه وقالت له عيب اللي انت بتقوله ده، احنا عمرنا ما هنلاقي ضفرها. ماشي. المهم ساعتها لحد ما بعت اوضه النوم، وحماتي رجعت جابت لي اوضه النوم من عند اخت جوزي تاني، وحاولت تراضينا على بعض، لكن كان مخنوق جدا مني وبسبب تصرفاتي. ودي قصتنا النهارده. تعلمنا درس كبير، مش اي حاجه سعرها لقطه نجري عليها، مش اي حاجه تعجبنا بسعر لقطه ما نسالش ونشوف ليه منزلين من سعرها، وممكن اكيد وراها اي حاجه، مش اي حاجه نجري وراها على النت يا جماعه. زي برضو الوصفات بتاعه البشره وبتاعه الشعر، ما ممكن بشرتك مش ماشيه مع بشره اللي هي عملت الوصفه ونجحت معاه، ممكن شعرك ما يبقاش زي شعر غيرك، ده اكيد طبعا. فبلاش يا جماعه ان احنا نجرب اي حاجه من على النت. زي برضو واحده كانت بعتة وبتقول انا جربت وصفه، كانت واحده بتقول لو حاسه بطاقه سلبيه في البيت اعملي الوصفه دي وحطيها تحت السرير، ومن ساعه ما عملتها ولا اكني حضرت جن، شفت ليله اسود ليله في حياتي. وطبعا بعد ما رميت الوصفه دي كل حاجه رجعت لطبيعتها. فمش اي حاجه يا جماعه نصدقها ونمشي وراها، لان بتخلي حياتنا جحيم وربنا يسترها معانا. ودي قصتنا النهارده، يا رب تنال اعجابكم، ومستنيه رايكم في الكومنتات.